كل الصفات الجميلة جمعهم يا جمالك يا جمالك، مالهم اللي لموني يا جمالك يا جمالك، بالي راق لما ناس. كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن اليوم الأول من تحدي مذاكرة 55 ساعة. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدأ الفيديو. يا أصدقائي، النهاردة هيكون اليوم الأول من تحدي مذاكرة 55 ساعة. أول حاجة النهاردة هذاكر على قد ما أقدر. بصوا، هو التحدي عبارة عن ان هو كل يوم ان هما بيذاكروا 8 ساعات كل يوم. فانا مش هعمل كده، انا هعمل طريقة مختلفة خالص. هكتب هعمل كده دواير كده واكتب عليها كل، هتشوفوا يعني بعدين. المهم ان انا هذاكر على قد ما اقدر كل يوم. رجعت لكم بعد ما كتبت التو ليست يا اصدقائي اهي، حرفيا هي كبيرة جدا، صفحة كاملة. اوكي، وعملت ايه تاني؟ بصوا، هو يعني ايه عشان في كتير اكيد مش هيبقوا فاهمين تحدي مذاكرة 55 ساعة. بصوا، تحدي مذاكرة 55 ساعة هما بيكون عبارة عن اسبوع كامل. اوكي، بتذاكري فيه 55 ساعة. بيعملوا حددوا تايمر كل يوم 8 ساعات، بس انا هعمله مختلف جدا. هعمله ان انا اشغل التايمر واقعد اذاكر لحد ما اخلص اللي عليا او لحد ما ازهق، وبعدين هنشوف. كل يوم هذاكر 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات على حسب، مش كل يوم هجبر نفسي 8 ساعات عشان في ايام هبقى تعبانه وكده. فحددت، بس كده كده ان شاء الله هيخلص في اسبوع. النهارده الجمعه الجايه ان شاء الله اكون مخلصه ال 55 ساعه بالتوفيق. وعملت دي اول حاجه، ده تحدي مذاكره ال 55 ساعه. عملت زي ما انتم مربعات كده 55 ساعه. المهم مثلا النهارده ذاكرت 4 ساعات، اروح ملونه على ال4 ساعات لحد ما بقى اخلص. مليت ميه، بحب دي قوي، لسه جايبها جديد. ايه رايكم في الطبق بتاعي؟ كيوت صح؟ اي نو. المهم تعالوا اوريكم. هنبدا بقى نذاكر حاليا الساعه 1. اوكي، كنت عايزه اوريكم حاجه لسه جايبه يا اصدقائي. ايه رايكم؟ لسه جايبه امبارح بالليل، قلت عشان الصبح بقى ان شاء الله هبدا بقالي اسبوع، انتم متخيلين؟ فعندي شويه تراكمات فظيعه، فعشان كده بقى قلت لا مش هينفع كده، وجبت الكشكول الكيوت ده. حبيت ولا ما حبيت؟ بجد كيوت. المهم دلوقتي بقى انا هكتب التودو ليست بتاعتي. وانا بكتب التودو ليست هتفرج على واحده كده بحبها جدا، فهتفرج عليها وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه. وانا بكتب التودو يعني وانا بتفرج هكتب التودو ليست. دلوقتي هقوم اتوضى وبعدين اصلي ونبدا بقى. دلوقتي بقى اتوضيت وصليت. تصدقوا نسيت ارطب بشرتي، هرطب وارجع لكم. رطبت بشرتي، رطبت ايدي، وعملت كل حاجه. فدلوقتي حان الان وقت الستادي. المهم دلوقتي نشوف الساعه كام، هتفاجئ معاكم. يا لهوي، ضيعت 2 إلى 12 دقيقه. المهم دلوقتي هبدا افتح التايمر، فمش هعرف اصور عشان رقم 1 الموبايل فاصل، رقم 2 عايزه اشغل التايمر على موبايلي. المهم فهشغل التايمر، وكل مثلا لما اخلص شويه كده اروح جايه لكم واقول لكم ايه عملت ايه وكده. فدلوقتي انا هبدا اذاكر جبر. معايا شويه اسئله عايزه احلها. يجي صفحه مثلا هحلها جبر، وبعدين هشوفها نكون عاملين ايه. بس المذاكره الرياضه بتاخد وقت، فممكن الصفحه دي تقعد ساعه ولا حاجه. فبس اصدقائي، رجعت لكم بعد ما خلصت اسئله الرياضه. بصوا حليت اهو. بس المهم قعدت احل. تخيلوا حليت في كام؟ في 37 دقيقه. ما تخافوش، قفلت التايمر وانا بتكلم يعني. فدلوقتي بقى لسه ما كملناش الساعه، بس عملنا حل الرياضه، فهعمل علامه صح ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هفصل شويه، اخد 5 دقايق راحه. الساعه كام؟ الساعة 1:02:30. فانا هاخد 5 دقايق راحة، وبعدين هكمل هندسة على طول. مش هفتح الفيديو واقول انا هكمل، فهفتح هبدأ بالهندسة، اراجع شوية هندسة كده وبعدين ارجع لكم. ما انتوا ما شفتوني كنت بصلي،
فدلوقتي خلصت صلاة وخدت بريك برضو انا وبنت عمي. فدلوقتي بقى هنكمل. حاليا الساعة 5:08، بس انا لسه ما خلصتش برضو الهندسة مذاكرة، فلسه هكمل الدرس وارجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصتش الدرس صراحة الهندسة. بصوا قلت اكمله في يوم تاني عشان انا بجد دماغي وجعتني. فهو درس كبير جدا اللي هو التقسيم من الداخل والخارج. المهم يعني قلت مش هكمله، بس هعمل كده اوريدي علامة صح عشان انا هذاكره يعني في يوم تاني هكمله، يعني هكتب تكملة الدرس. اوكي، فمش هحل برضو، مش قادرة احل صراحة، فهدخل على طول على الانجليش. فالاول هاخد بريك كده وبعدين نرجع للانجليش. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. جيت لكم بعد ما صليت. المهم ان انا قبلها اتغديت وبعدين اخدت بريك وبعدين صليت، وبعد ما صليت دلوقتي جايين نكمل. المهم الساعة دلوقتي 7:30. تخيلوا انا ذاكرت كام من الصبح. بصوا دلوقتي اكتبوا في الكومنتس، ما تغشوش، اكتبوا دلوقتي اهو. استنيت، يلا تخمنوا يعني. بصوا ذاكرت، مش عارفة حلو ولا وحش صراحة. بصوا هو العبرة في النهاية 3 ساعات، فهعمل 3 كده. ادي 1 2 3. شعور حلو صراحة، مع اني ما خلصتش الصراحة مذاكرة كتير خالص. يعني ده كله كنت بحل في الجبر وما خلصتش الهندسة، يعني لسه ما خلصتش حتى الدرس. فدلوقتي بقى بذاكر انجليش. اوكي، احفظ الكلمات واحل عليها. بصوا احل عليها كده، صفحتين دول حل، والجزء ده والكلمات اهي كده يعني وبس. فهحفظ الكلمات وارجع لكم ونشوف هنكمل كم كمان بس. بعد ما ذاكرت 7 دقايق جبت بيبسي. اوكي، مدمناها حرفيا. جبت بخور كده عشان احس بانتعاش كده وانا بذاكر. ومن قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يا أصدقائي سوري على الإضاءة عشان الموبايل قرب يفصل، عشان كده الكشاف قفل وبرضو الرينج لايت قفلته عشان عيني وجعتني. أصدقائي سوري على الصوت. المهم يعني أنا خلصت مذاكرة أخيرا. آخر مرة كنت معاكم ان انا ذاكرت 3 ساعات. ذاكرت يا اصدقائي ساعتين تانيين، 2:23 دقيقة بالظبط. ف23 دقيقة هنكمل معاهم لبكرة. فكده النهاردة ذاكرنا 5 ساعات. يلا الحمد لله كويس، يا رب بس نشد بكرة اكتر. المهم كده انا خلصت يا اصدقائي، وبجد زي ما انتوا شايفين المكتب مبهدل خالص، فانا عايزة ارتبه قبل ما انام وانام بقى. فبس الاول هرتب المكتب معاكم. متضايقه قوي عشان ما ذاكرتش غير الرياضه ما كملتش حتى الدرس، وعربي وانجليزي بس. يلا كويس الحمد لله. يا رب يكون الفيديو ده يكون شجعكم. حاولت على قد ما اقدر ان انا انتج النهارده عشان بجد حرفيا بقالي اسبوع انا ما بذاكرش ونفسيتي تعبانه فقدت الشغف في كل حاجه يا اصدقائي. بجد انتوا متخيلين اسبوع كامل ما تذاكريش فيه، ما تفتحيش فيه الكتاب؟ فدي كانت بجد تعبه نفسيتي جدا.
بس نقول كل حاجة، نقول الحمد لله. تمت. فبس كده كان خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. استنوا اليوم التاني. باي.